باذن الله هنراجع الجغرافيا، يبقى في فيديو كمان للتاريخ. فطبعا قبل ما نبدا هات ورقتك معايا وقلمك ويلا بينا نبدا. يلا بينا. طيب السؤال الاول بيقول وضح العلاقه بين الزراعه الكثيفه وتركز وتركز السكان. طبعا يا شباب عندنا كام نوع من الزراعه؟ لا مش ثلاثه يا معلم، عندي نوعين اتنين، عندي زراعه بدائيه وعندي زراعه متقدمه. الزراعه المتقدمه بقى منقسمه الى كام نوع؟ اتنين. ايوه كده، عندي زراعه تجاريه علميه وعندي زراعه كثيفه. يبقى اذا الزراعه الكثيفه من الزراعه اللي هي المتقدمه. طب هنا سؤال بيقول لك وضح العلاقه بين الزراعه الكثيفه وتركز وتركز السكان. هتقول طبعا ان الزراعه الكثيفه توجد في اماكن كثيفه السكان. موضوع سهل وبسيط، بسيطه اهي. خلاص، يبقى اذا الزراعه الكثيفه توجد في اماكن كثيفه السكان. ايه تاني؟ هتقول لي بتزرع في العام الواحد اكتر من مره. يبقى اذا توجد في اماكن كثيفه السكان، ده رقم واحد. رقم اتنين تقول لي بتزرع في العام الواحد اكتر من اكتر من مرة. حلو كده، حلو الكلام. طيب خلي بالك ان في هنا شبه ما بين الزراعة، ركز معايا، الزراعة الكثيفة والزراعة البدائية في ايه؟ ان الاتنين بيوفروا الغذاء المحلي فقط. يعني غذاء محلي يعني مفيش فائض للتصدير. الزراعة اللي بتصدر هي الزراعة التجارية العلمية، دي هدفها الانتاج التجاري الضخم. دي النقطة رقم واحد، ده لو قالك ما له علاقة. طيب بعد كده نقطة رقم اتنين بيقولك ما العلاقة بين تدفق البترول وحرفة الرعي البدائي في شبه الجزيرة العربية. طبعا الرعي عندنا نوعين اتنين، بدائي وتجاري. طبعا ده عارف انك شاطر وعارف الكلام ده كله. طب هنا بقى بيقول لك وضح العلاقة بين البترول والنشاط الرعوي البدائي. هنقول طبعا ان تدفق البترول فين؟ في شبه، قول معايا يا معلم، الجزيرة كان سببا في ايه بقى؟ ايوه، في انخفاض، برافو عليك، عدد العاملين في العاملين بحرفة الرعي البدائي بشبه الجزيرة العربية. وطبعا عندنا برضو اللي شغالين في حرفة الرعي في وسط آسيا قالوا برضو. فممكن يجيب لك النقطة دي أو النقطة دي، خلي بالك. بعد كده بيقول لك وضح العلاقة بين البوكسايت والألمنيوم. طبعا هنقول إن البوكسايت تعتبر المادة الخام لصناعة لصناعة الألمنيوم. سهلة وبسيطة، مفيهاش أي مشاكل. مش محتاجة حاجة يعني. طيب بعد كده بيقول لك وضح العلاقة بين المساحة والتكلفة الاقتصادية للأراضي الزراعية. بس خلي بالك إن هنا الألمنيوم أو معظم الدول المتقدمة بتستورد البوكسايت من بره، يعني المادة الخام. طيب الدولة اللي موجودة فيها البوكسايت دي ليه مش بتصنعه على طول؟ طبعا عندنا بعض المقومات أو بعض الشروط، زي الخبرة. رقم اتنين الطاقة الكهربائية. رقم تلاتة لازم يكون عندي أسواق محلية وأسواق خارجية. تمام، يبقى عندي أسواق محلية وأسواق خارجية تستوعب تستوعب الإنتاج. بعد كده بيقول لك وضح العلاقة بين المساحة والتكلفة الاقتصادية للأراضي الزراعية. سؤال حلو جدا وممكن يجي لك السنة دي. طيب ازاي؟ هنا طبعا قلت لك يا معلم هنقول ان كلما زادت مساحة الأراضي الزراعية قلت التكلفة أو الكلفة الاقتصادية. تمام، يبقى قلت التكلفة الاقتصادية. تمام، كما في الزراعة التجارية العلمية. برافو عليك. هتقول لي ايه بقى يا معلم؟ هتقول لي ان في الزراعة التجارية العلمية هنا بستخدم آلات، استخدام الآلات لأن مساحة الأرض بيكون كبيرة. لكن كلما قلت مساحة مساحة الأراضي، هتقول لي كده اهو زادت التكلفة. المساحة بيكون صغيرة فبالتالي بستخدم الأيد الأيد العاملة وعدم وجود الآلات الزراعية. حلو كده، ده بالنسبة للنقطة رقم اتنين. يبقى إذا العلاقة هنا تقول علاقة عكسية. يبقى كل ما قلت مساحة الأراضي الزراعية كل ما قلت الأراضي الزراعية زادت التكلفة. ليه يا معلم؟ لأن هنا ببدأ أستخدم أيدي عاملة، فلما أستخدم أيدي عاملة بصرف كتير، بعكس المساحة الكبيرة. المساحة الكبيرة كل ما الأرض بيكون كبيرة بستخدم آلات. فاهم حاجة؟ يعني العامل اللي هيعمله في شهر أو شهرين
الآلة الزراعية دي ممكن تعمله في ساعة. تمام. طيب بعد كده بيقول لك وضح العلاقة بين الزراعة والصناعة. ايوه كده، برافو عليك، بالظبط كده. هتقول ان الزراعة بتوفر توفر المواد الخام اللازمة للايه، اللازمة للصناعة. بس متوقفش لحد كده يا معلم، انا عارف انك شاطر ولازم تقول لي امثله. تقول لي مثلا زي مثلا زي الايه، نقول زي القطن. حلو. ايه تاني؟ تقول زي الجود. زي ايه تاني؟ زي الكتان. تقول لي دول بيخش في ايه، في المنسوجات. تقول لي ايه تاني؟ زي المطاط. المطاط ده بيخش فين؟ في اطارات السيارات. حلو جدا. ممكن نقول زي قصب السكر، بيخش في صناعة الايه، صناعة السكر. نبه يا ولا. ايوه كده. طيب النقطة اللي بعد كده بيقول لك موقع كل من البرازيل وايه بقى، موقع كل من البرازيل وفرنسا ومصدر انتاج السكر. سؤال حلو جدا. طبعا البرازيل واقعة فين؟ تقول البرازيل واقعة في قارة امريكا الجنوبية، اما فرنسا واقعة فين؟ في قارة اوروبا. بس هنا بيتكلم عن الموقع الفلكي. يعني ايه الموقع الفلكي؟ يعني بيتكلم عن الموقع بحيث المناخ. فاهم حاجة؟ يعني هنا المكان بتاعها الفلكي ده سبب ان يكون عندها قصب سكر، لكن هنا كان عندي البنجر، يبقى عندها القصب لكن ده عندها الايه، البنجر. يبقى هنقول كده اهو رقم واحد ان موقع البرازيل اللي هو وقوعها في المنطقة المدارية الحارة ترتب عليه ايه يا معلم؟ ان مصدر السكر هناك هو قصب الايه، هو قصب السكر. وده ترتب عليه اللي اصبحت الاولى في انتاج الايه، في انتاج السكر وقصب السكر. دي رقم واحد. طيب رقم اتنين، لما نيجي نتكلم عن فرنسا تقول لي ان فرنسا واقعة في المنطقة الهين. جدع، ايوه كده، في المنطقة المعتدلة. فبالتالي ترتب عليها ان اصبح مصدر انتاج السكر عندها هو البنجر. تعتبر من اهم الدول برضو في انتاج الايه، في انتاج السكر من البنجر. طيب بعد كده بيقول لك، حابب ركز معايا. ايوه ركز هنا. بيقول لك وضح العلاقه بين الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والصناعه فين؟ بالهند. طبعا السؤال ده سهل يعني. هتقول لي الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي كان سبب في تطور الصناعه فين؟ في الهند. بسيطه اهي، خلاص كده. طيب يبقى تاني، يبقى الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي كان سبب في تطور الصناعة فين؟ في الهند. وخلي بالك ان هناك كان في عندي زيادة سكانية، والزيادة السكانية دي عشان احلها يبدأوا ايه، يهتموا برضو بالتعليم والبحث الايه، والبحث العلمي. النقطة اللي بعد كده بيقول لك يا معلم وضح العلاقة بين الموقع الجغرافي للولايات المتحدة الأمريكية وإنتاجها الايه، وإنتاجها السمكي. حلو السؤال ده. بص يا معلم، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لو قلت لك الموقع الجغرافي بتاعها هتقول لي شرقا عندي محيط، جدع، محيط اطلنطي. طب غربا عندي محيط هادي، جميل جدا. وعندي تحت كده عندي خليج اسمه خليج الايه، خليج المكسيك. يبقى اذا هتقول كده ترتب على الموقع الجغرافي اشراف. اشراف مين؟ تقول لي اشراف الولايات الايه، الولايات المتحده. رقم واحد تقول لي محيط اطلنطي. طيب رقم اتنين محيط، برافو عليك، ايوه كده، محيط هادي غرب. بعد كده عندي خليج، برافو، خليج المكسيك. ده كله هتقول لي ترتب عليه زيادة انتاجها الايه، انتاجها السمكي. زي الفل. حلو. طيب بعد كده بيقول لك وضح العلاقة بين قصب السكر والايه، والمناخ. طبعا هي علاقة ارتباطية. يعني ايه علاقة ارتباطية؟ يعني هنقول ان المناخ المناسب لزراعة قصب السكر هو حرارة ايه، حرارة مرتفعة. فاذا ترتب عليه ان بيزرع في كل قارات العالم ما عدا قارة ايه، ما عدا قارة اوروبا، لانها تقع في المنطقة المعتدلة. بيقول لك الجانب العقائدي والاقتصاد الهندي. طبعا الجانب العقائدي معناها الجانب الديني. تمام كده. قلت لك والاقتصاد الهندي يعني بيقصد هنا من الاخر كده الديانة الهندوسية اثرت ازاي على الاقتصاد. هنقول رغم، اكتب معايا، رغم امتلاك الهند حوالي 220 مليون رأس بقرة. رأس ايه، بقرة، ايوه تمام. لا مش انت، البقر اللي موجود في الهند. تمام. ده ترتب عليه ايه، ترتب عليه ان هو ذات قيمة اقتصادية محدودة.
ليه؟ لان الديانة الهندوسية بتحرم اكل لحم الايه؟ لحم البقر. فهمت؟ تاني يبقى هنقول وجود الديانة الهندوسية في الهند، يبقى وجود الديانة الهندوسية في الهند ترتب عليه ان القيمة الاقتصادية للابقار محدودة. ليه؟ لانها بتحرم اكل البقر. نكتبها تاني مع بعض. هنقول رغم امتلاك الهند 220 مليون رأس بقرة، إلا أن القيمة الاقتصادية محدودة. حلو كده، محدودة، لأن الديانة الهندوسية بتحرم إيه؟ تحرم أكل لحوم البقر. لحوم الإيه؟ البقر. طيب بعد كده بيقول لك اكمل. هنا عايز اولى القارات، ركز معايا في الامتحان ما تلخبطش بين القارات والدول. طيب رقم 1 بيقول لك القمح والقطن والمطاط الطبيعي وتربية الابقار. دي طبعا هتبقى قارة مين؟ دي قارة اسيا. طيب بعد كده الذرة طبعا هتبقى امريكا الايه؟ امريكا جدع، امريكا الشمالية يا حبيبي مش الجنوبية، امريكا الايه؟ امريكا الشمالية. بعد كده الغاز الطبيعي والطاقة النووية قارة مين؟ قارة أوروبا. طيب بعد كده هنا بقى عايز ايه؟ أولى الدول. رقم 1 عايز القمح والشاي واللحوم الحمراء والأسماك والحديد والفحم وتربية الأغنام. كل ده هتبقى دولة مين؟ الصين. طيب رقم 2 قصب السكر والسكر البرازيل. بعد كده بيقولك المطاط الطبيعي تايلاند. بعد كده بيقول لك الاصواف والايه والبوكسايت تبقى طبعا ايه؟ استراليا. طيب بعد كده بيقول لك الدواجن والالومنيوم والغاز الطبيعي. طبعا الدواجن والالومنيوم والغاز الطبيعي دي كلها هتبقى مين؟ هتبقى الولايات المتحدة الامريكية. الولايات المتحدة الامريكية. اخر حاجة اللي قبل الاخيرة النحاس طبعا هتبقى دولة مين؟ دولة شيلي، موجودة برضو فين؟ في امريكا الجنوبية. اخر حاجة البترول طبعا السعودية. طيب بعد كده بيقول لك وضح أهمية كل من القمح، الذرة، القصب السكر، القطن، المطاط الايه؟ المطاط الطبيعي. لما اجي اتكلم عن القمح رقم 1 تقول لي ان القمح يستخدم غذاء لمعظم سكان العالم، ده رقم 1. رقم 2 خبز. رقم 3 مكرونة، وممكن برضو الايه؟ الحلويات. دي بالنسبة للنقطة رقم 1. طيب رقم 2 الذرة طبعا بيستخدم كغذاء للإنسان. ايه تاني؟ أو كغذاء للإيه؟ للحيوانات. بعد كده قصب السكر طبعا اللي يعتبر الإيه؟ المصدر الرئيسي في إنتاج الإيه؟ في إنتاج السكر. بعد كده القطن طبعا القطن بينتج أول حاجة تقول لي الخيوط دي بتخش في صناعة الإيه؟ الملابس، او يطلق عليها صناعة الايه؟ المنسوجات. طيب رقم 2 ممكن عندي زيت بذرة الايه؟ بذرة القطن. او اخر حاجة يستخدم في الاعلاف. طيب المطاط الطبيعي طبعا بيخش في اطارات السيارات. طبعا ده مرتبط بايه؟ بالبيئة الاستوائية اللي هي الغابات الاستوائية زي ما خدنا في الترم الاول. النقطة اللي بعد كده بيقول لك يا معلم ايه بقى؟ ركز معايا، حسيت انك كده ايه؟ هتنام مني اهو. لا ركز يا معلم معايا. تمام خلاص الامتحان على الابواب. هنا بيقول لك بعد كده المعدن والاهمية بتاعته. رقم 1 الحديد. طبعا الحديد اللي عندك، الاهمية اللي عندك بتستخدم في صناعة الايه؟ في صناعة الحديد والصلب. بس ممكن نزود كمان، ممكن نقول آلات، ممكن نقول سيارات. بعد كده النحاس. طبعا النحاس يستخدم في صناعة الايه؟ في صناعة الادوات والاسلاك الكهربائية. ادوات واسلاك ايه؟ كهربائية. البوكسايت تعتبر المادة الخام لصناعة الايه؟ لصناعة الالومنيوم. خلاص يبقى دي تعتبر مادة خام لصناعة الالومنيوم. ايوه كده اتكلم معايا.
ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لأهم المعادن اللي موجودة عندي. بعد كده بيقول لك بما تفسر يا معلم، ركز معايا. هنا بيقول لك تحتاج الزراعة الكثيفة إلى أيدي عاملة كتيرة ليه؟ سؤال سهل برضو بيكتر في الامتحانات، خلي بالك. هنا قلت لك لأنه بيتم من خلال عمليات إيه؟ عندي عمليات عديدة، زي إيه؟ زي بذر البذور، أو زي تنقية الحشائش أو الري. ده بالنسبة للنقطة رقم واحد، يبقى عندي عمليات كتير. فممكن يقول لك من نتائج مترتبة على إن الزراعة الكثيفة بتتم من خلال عمليات كثيرة. هتقول لي ده ترتب عليها إن هي محتاجة أيدي عاملة كتيرة، فبالتالي ارتفاع نسبة التكلفة. ده عكس الزراعة التجارية الإيه؟ العلمية. جدع، أيوة كده، اشتغل معايا. رقم 2، يقوم الراعي التجاري على تربية كل نوع من الحيوانات في مزارع خاصة. ده بتتشابه بالظبط مع الزراعة الهين، مع الزراعة التجارية العلمية. يبقى إذا ممكن يقول لك إن الراعي التجاري يتشابه مع زراعة أني؟ تقول لي الزراعة التجارية العلمية. ليه؟ لأن الاتنين هدفهم الإنتاج. تقول لي كده، هدفهم الإنتاج التجاري الضخم. يبقى هدف الزراعة أو الراعي التجاري هو الإنتاج الإيه؟ الإنتاج التجاري الضخم، عشان تبدأ بقى إيه؟ تبدأ تصدر. طيب رقم 3 بيقول لك تحتل الصين والهند واستراليا المركز الأول في تربية الإيه؟ في تربية الأغنام. هنا طبعا السبب الرئيسي هو وجود الحشائش، بسبب وجود الإيه؟ الحشائش، خلاص، أو المراعي الإيه؟ المراعي الطبيعية. فبالتالي بتحتل مركز مهم في تربية الإيه؟ في تربية الأغنام. طيب النقطة اللي بعد كده، تحتل الصين المركز الأول في إنتاج الإيه؟ في إنتاج الأسماك. طبعا هنا السبب الرئيسي هو تعدد مصائد الإيه؟ مصائد الأسماك. إزاي يا معلم؟ هنقول إحنا عندنا بحار، عندنا بحيرات، عندنا محيطات، عندنا أنهار، خلاص، وممكن كمان عندنا مزارع إيه؟ مزارع سمكية. ده فين؟ ده كله في دولة واحدة، فبالتالي تعتبر المركز رقم 1 في إنتاج الأسماك فين؟ في العالم. تاني، يبقى إذا تقول لي تعدد المصائد الموجودة فين؟ في الصين. هتقول عندي بحار، بحيرات، محيطات، أنهار، مزارع إيه؟ مزارع سمكية. النقطة اللي بعد كده بيقول لك تصدير الدول النامية خام البوكسايت للدول المتقدمة. لا يا معلم، هتقول لي إن الدول المتقدمة أو عدم وجود مقومات صناعة الألمنيوم، اللي هو عبارة عن طاقة، ده رقم 1. رقم 2، ما عنديش خبرة، ما عنديش طاقة كهربائية. رقم 2، ما عنديش خبرة، ولا خبرة فنية، ولا خبرة علمية، ما عنديش أي حاجة. طيب بعد كده عنديش إيه برضو؟ ما عنديش الأسواق الداخلية أو الخارجية عشان أسوق الإنتاج. أنا دلوقتي صنعت وبقى عندي ألمنيوم كتير، طيب هعمل إيه بعد كده؟ هاكله، فلازم أنا عندي إيه؟ عندي أماكن أسوق فيها المنتج بتاعي. خلاص، يبقى إذا طاقة، خبرة، أسواق. ده بالنسبة للإيه؟ السؤال ده مهم جدا برضه وسهل وبيجي كتير. بعد كده بيقول لك تطور الصناعة تطورا مذهلا في الدول المتقدمة. هنا يا معلم مش عايز المقومات، لان عارف ان في بعض الطلاب هنا هيقول لك انا عايز اكتب مقومات طبيعيه ومقومات بشريه. لا يا معلم، هنقول هو بيقول لك ليه صناعه في الدول المتقدمه متطوره، بتتطور على طول. هنقول لان الدول المتقدمه دي بتطبق رقم 1 او اخذها بالاساليب الهين. هتقول الاساليب العلميه رقم 1. رقم 2، عندي ايه؟ تقول لي عندي تجارب، عندي تجارب وابحاث في الايه؟ في الاختراع وتطوير، ايوه كده، وتطوير ايه؟ وتطوير المنتجات الصناعية بشكل ايه؟ بشكل مستمر. ونبدأ نتكلم عن المقومات الطبيعية والمقومات البشرية، مفيش أي مشكلة، بس لحد هنا تمام زي الفل. طيب بعد كده بيقول لك شهرة منطقة البحيرات العظمى صناعيا. طبعا هنا لما اجي اقول لك منطقة البحيرات العظمى، تقول تنتمي لمنطقة أو إقليم شمال شرق، أيوة، الولايات المتحدة الهند، الولايات المتحدة الأمريكية. وده يعتبر، وهذا الإقليم يعتبر من أهم وأكبر الأقاليم الصناعية بالعالم الجديد. ركز معايا. ويتركز بها بعض الصناعات، سواء كانت صناعات هندسية أو صناعات استهلاكية
او صناعات خفيفة. يعني عندنا صناعات كتير هندسية مثلا زي صناعة الالكترونيات، تمام، وعندي صناعات تانية زي صناعة الأغذية، المنسوجات، الكلام ده كله. بعد كده بيقول لك أهمية البترول. طبعا البترول، هتقول البترول يعتبر البترول من أهم، أيوه برافو عليك، أيوه كده، من أهم مصادر الطاقة. ليه يا معلم؟ هتقول لأن البترول يرتبط رقم واحد بالتنمية الاقتصادية. طب إيه تاني؟ يرتبط برضو بالتنمية الاجتماعية، لأن كل ما يكون في اقتصاد حلو هيكون في معيشة اجتماعية أو مستوى معيشة مرتفع. آخر حاجة هتقول يرتبط بالعلاقات الإيه؟ بالعلاقات السياسية. سؤال أخير بيقول لك تركز السكان في نيو إنجلاند. هنقول إن طبعا المنطقة دي بتشكل حوالي 12% من الولايات المتحدة الأمريكية، والرغم من ذلك إن فيه حوالي 50% من السكان. طب ليه يا معلم؟ تاني هنقول دي تلاحظ أن نيو إنجلاند يتركز فيها حوالي 50% من عدد الإيه؟ من عدد السكان، بالرغم إن مساحتها كان 12% من الولايات المتحدة الأمريكية. ليه؟ هتقولي إن رقم واحد عندي مدن كبرى زي نيويورك، طيب رقم اتنين في عندي مراكز صناعية، رقم تلاتة عندي مراكز تجارية كبرى. ده بالنسبة للنقطة الأخيرة. طيب بعد كده بيقولك إلى أي الأقاليم الصناعية الرئيسية في العالم ينتمي كل من منطقة البحيرات العظمى. طبعا منطقة البحيرات العظمى قلنا ايه؟ ايوه برافو عليك، شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، غرب ووسط أوروبا، غرب ووسط أوروبا. نرفع شوية الشاشة. موسكو طبعا والأورال الاتنين إقليم، أيوة كده، روسيا وإيه؟ وأوكرانيا. طيب بعد كده جزيرة هينشو أو كوريا، الاتنين في شرق إيه؟ شرق قارة آسيا. أيوة كده. طبعا عندي الاتحاد الاوروبي، خلي بالك ده موجود في انهي اقليم؟ تقول لي موجود في غرب ووسط اوروبا. طيب بعد كده بيقول لك اختر الاجابه الصحيحه. يلا يا معلم. رقم واحد بيقول لك المحاصيل ذات الطبيعه الخاصه متعدده منها، عندي كتير. هل الجوت ولا البنجر ولا الكتان ولا البن؟ طبعا البن. تختلف الزراعة أو تختلف محاصيل الزراعة التجارية والعلمية من قارة إلى أخرى بسبب إيه؟ السبب الرئيسي في تغير أو تنوع أي محاصيل زراعية في العالم بالظبط كده هو تنوع الإيه؟ تنوع المناخ، أو ممكن يقولك الموقع الفلكي. رقم تلاتة تعد نقط أولى دول العالم إنتاجا للإيه؟ إنتاجا للقمح. طبعا الأولى في القمح هي مين؟ هي الصين. بعد كده تعد قارة نقط تاني قارات العالم إنتاجا للمطاط الطبيعي. هل آسيا ولا أفريقيا ولا أمريكا الجنوبية ولا أستراليا؟ طبعا الإجابة هتبقى إيه؟ هتبقى أفريقيا. ترتبط تربية نقط بالمراعي التجارية الواسعة. هل الماعز ولا الجاموس ولا الرنة ولا الأغنام؟ طبعا الإيه؟ هنا هتبقى الأغنام. يعد العامل الأكثر تأثيرا في الصناعة بالنسبة للدول المتقدمة. الدول المتقدمة عندها صناعة، بس إيه اللي بيأثر عليها أكتر؟ طبعا قلت لك التطور الإيه؟ التطور العلمي. تتعدد مراكز الصناعات الحديثة بجنوب شرق آسيا، خلي بالك علم قديم، ومنها دولة نقط. طبعا تبقى دولة مين؟ دولة ماليزيا. لو قال لك قارة أفريقيا تقول لي عندي إقليمين اتنين، عندي جنوب أفريقيا، دولة جنوب أفريقيا، وطبعا أم الدنيا مصر. بعد كده يبدو إقليم نقط الصناعي في شكل مناطق متباعدة، مادام كلمة متباعدة على طول يبقى عندي روسيا وإيه؟ روسيا وأوكرانيا. برافو عليك، أيوة كده عرفت ربي. بعد كده المراكز الصناعية الحديثة في دول الخليج العربي تعتمد على الصناعات القائمة على مواد خام ايه؟ طبعا مادام خليج عربي يبقى بترول على طول، يبقى تعدين، يبقى ايه؟ بترولية. مجموعة أسئلة بقى على جمهورية الايه؟ جمهورية الهند. طبعا يا شباب عرفت ان الهند دي عبارة عن دولة نامية. الدولة النامية موجودة في قارة ايه؟ في قارة آسيا، وبتاخد شكل الايه؟ شكل المثلث المقلوب. الرأس بتاعه فين؟ الرأس بتاعه في الجنوب، والقاعدة بتاعته في الشمال. طب هنا لما اجي اتكلم عن الهند، ملاحظ ان الهند بيطل على مسطحات مائية زي مثلا خليج الايه؟ قلت هنا عندي خليج البنغال زي الفل. هنا عندي البحر الايه؟ هنا البحر العربي، هنا جزيرة اسمها جزيرة سيلان، تمام. هنا عندي البحر العربي، قلت لك فوق هنا عندي جبال اسمها جبال الهيمالايا. هنا عندي دولة الايه؟ دولة الصين. هنا ميانمار. هنا في دولة جوه الهند، ركز معايا مهمة جدا، دولة اسمها بنجلاديش.
طيب هنا عندي باكستان، هنا باكستان، هنا نيبال، هنا بوتان. حلو. يبقى هنا في المنطقة دي كده نقرب مع بعض. قلت لك في المنطقة دي كده قرب معايا كده. ها، تاني بالراحة عشان الخريطة ممكن تجيلك في الامتحان. طيب هنا طالب لي ايه؟ هنا بقول لك رقم 1 سهول كروماندل بالهند تمثل رقم ايه؟ كروماندل طبعا موجودة في المنطقة دي هنا، تمام، اللي هي الساحل الشرقي. يبقى كروماندل شرقي لكن ملبار غربي، يبقى بتمثل رقم 2. رقم 4 يمثل السهل فايدل ايه؟ هنا طبعا عندي نهر الجنج لكن تحت هنا كوفري، يبقى هنا سهول نهر الجنج. بعد كده رقم 6 هنا عندي طبعا نيبال. في الشمال عندي نيبال وبوتان، يبقى المنطقة الصغيرة دي اسمها بوتان لكن اللي جنبها نيبال زي الفل. طيب بعد كده بيقول لك يشير رقم 3 إلى جبال ايه؟ رقم 3 فين؟ هنا عندي جبال اسمها الغات، مادام ناحية الغرب يبقى إذا الغات الايه؟ الغربية، لكن لو ناحية الشرق يبقى الغات الشرقية. تاني يبقى هنا جبال الغات الغربية، أيوة كده. لكن لو الناحية دي في الناحية دي يبقى الغات الايه؟ الغات الشرقية. تمام زي الفل. ده بالنسبة للايه؟ ده بالنسبة للهند. يبقى رقم 3 عندي الغات الغربية، هنا الغات الشرقية، هنا سهل ميلبار، هنا ميلبار، هنا هضبة الدكن. تمام، تاخد شكل الايه؟ المثلث وبيقطعها الأنهار. ده بالنسبة لخريطة الهند. وهنا طبعا عندي مومباي هنا، وعندي هنا نيو دلهي، وعندي هنا حيدراباد موجودة في هضبة الدكن. ده بالنسبة لأهم المعلومات اللي موجودة في الهند. طيب بعد كده بيقولك اختار بقى يا معلم. تستورد مصر من الهند طبعا غزل الايه؟ غزل القطن. بعد كده يقولك تقع العاصمة السياسية للهند في الجهة الشمالية ولا الغربية ولا الشرقية ولا الجنوبية؟ طبعا هي موجودة في الجهة الشمالية اللي هي نيو دلهي. آخر نقطة في الهند، أهم مدن الساحل الغربي في الهند ومن أكبر الموانئ والمدن الصناعية، مدينة مومباي ولا كالكتا ولا نيو دلهي ولا حيدراباد؟ طبعا هتبقى مومباي. طيب بعد كده بقى بنتكلم عن جمهورية اسمها جمهورية مين؟ جمهورية نيجيريا يا معلم. خلي بالك ان جمهورية نيجيريا مهمة جدا لانها في قارة افريقيا. حلو كده. قارة افريقيا طبعا هي القارة اللي احنا بننتمي منها، فلازم تكون عارفها كويس. خلي بالك لما اجي اتكلم عن جمهورية نيجيريا، خلي بالك عندي حاجة اسمها الموقع الجغرافي. بفكرك تاني بالموقع، حاجة اسمها الموقع الايه؟ الموقع الجغرافي. حلو. يعني ايه كلمة موقع جغرافي؟ يعني عندي حاجة اسمها اتجاهات رئيسية واتجاهات فرعية، فانت لو مش عارف الاتجاهات لازم تكون عارفها كويس جدا. لو قلت لك فوق هنا اكتبه عندك كده، عندي هنا شمال، هنا في المنطقة دي عندي جنوب، هنا شرق، وهنا ايه؟ غرب. برافو عليك. هنا في المنطقة دي تقول لي هنا شمال شرق، هنا عندي شمال غرب، هنا جنوب شرق، وهنا جنوب ايه؟ جنوب غرب. برافو عليك زي الفل يا معلم. فلما نيجي نتكلم عن نيجيريا، خلي بالك ان نيجيريا رقم 1 هنا بيقولك طالب ايه؟ طالب خليج. يبقى هنا عندي على طول خليج اسمه خليج غينيا. خليج غينيا، خلي بالك ان خليج غينيا تتقاطع في خط الاستواء او دائرة الاستواء مع خط جرينتش. ده بالنسبة لرقم 1. رقم 2 دولة ايه؟ هنا طبعا دولة اسمها دولة مين؟ دولة بنين. رقم 3 دولة الكاميرون. هنا عندي الكاميرون. لكن لو قلتلك المنطقة دي تقول لي تشاد. هنا فوق تقول لي النيجر. حلو. رقم 4 العاصمة على طول تبقى ايه؟ أبوجا. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للخريطة. وهنا طبعا ده نهر الإيه؟ نهر النيجر. وهنا عندي نهر اسمه نهر إيه؟ بنوي. وهنا عندي هضبة اسمها هضبة إيه؟ هضبة جوس. ده بالنسبة لأهم معطيات الخريطة اللي إيه؟ لدولة نيجيريا. يبقى هنا عندي الكاميرون، هنا تشاد، هنا النيجر، هنا بنين، هنا خليج غينيا، وهنا تحت هنا المحيط الأطلنطي، ونهر اسمه نهر النيجر اللي موجود فين؟ اللي موجود في نيجيريا. وخلي بالك كده ممكن يجيلك في الامتحان يقولك بيقابل عاصمة أبوجا عاصمة نقط في الهند، يبقى إذا نيو دلهي. ليه؟ لأن دي العاصمة السياسية
وديت العاصمة السياسية. خلي بالك من النقطة دي، لأن ممكن يجيبها لك مثلا في نيجيريا والهند، أو ممكن يجيبها لك الهند والولايات المتحدة الأمريكية. أيا كان احنا نعرف طبعا هنا الإيه العواصم السياسية تعرفها زي اسمك، والعواصم الاقتصادية. لكن هنا عندي طبعا هنا عاصمة فين؟ هنا عندي عاصمة اسمها عاصمة إيه؟ لاجوس، ديت يطلق عليها العاصمة الاقتصادية. طيب بعد كده بيقول لك اكتب ما تشير إليه العبارة التالية: منطقة يتركز بها زراعة الأرز بجمهورية نيجيريا. طبعا هنا هتبقى دلتا نهر نهر النيجر. جدع، أيوة كده. وخلي بالك اللي هي تحتل المرتبة رقم 2 في الأرز، مرتبة رقم 1 في المطاط. ليه المطاط؟ لأن المطاط بسبب توافر ظروف زراعته، اللي هي محتاج درجة حرارة عالية وأمطار كتير، أو بمعنى أخص أو معنى أصح بسبب وجود الغابات بسبب وجود الغابات الاستوائية فين؟ في نيجيريا. يبقى هنا ممكن يقول لك ليه المطاط متركز عندي في نيجيريا، تقول لي بسبب وجود الغابات الغابات الاستوائية، والمطاط يستخرج من عصارة الغابات الاستوائية. فممكن يقول لك كده وضح العلاقة بين الموقع الفلكي والمطاط بدولة مين؟ بدولة نيجيريا. طيب بعد كده مدينة نيجيرية تعد مركزا للتجارة والمواصلات. هنا طبعا هتبقى إبادان، دي تحتل المركز التاني بعد لاجوس. آخر حاجة أكتر المدن النيجيرية تكدسا بالسكان، وتعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد. قدام عاصمة اقتصادية للبلاد يبقى لاجوس، تطل على خليج غينيا، على خليج غينيا. لكن لو قالك عاصمة عاصمة سياسية هتبقى مين؟ أبوجا. لو قالك عاصمة سياسية كده جايب لي الولايات المتحدة الأمريكية. شوف الجمهوريات اللي مقررة عليك، حلو، ممكن تكون ملغية عليك. كل محافظة لها 3 جمهوريات. رقم 1 المحيط، هنا طبعا محيط أطلنطي، يبقى هنا محيط أطلنطي، حلو. طيب رقم 2 هنا جبال الأبلاش. رقم 4 هنا مدينة، هنا رقم 3 عفوا 3 طبعا هتبقى سان فرانسيسكو. طيب آخر حاجة 4 هنا عندي هضبة اسمها كولورادو موجودة في المنطقة دي. خلاص، دي هضبة اسمها هضبة كولورادو. يبقى هنا عندي هضبة كولورادو. هنا عندي جبال اسمها جبال روكي، تمام. هنا جبال في الغرب، هنا كاسكيد. هنا في المنطقة دي عندي نهر اسمه نهر الميسيسيبي. جدع كده، ايوه كده. عندي هنا خليج اسمه خليج المكسيك. هنا عندي بحيرة اسمها بحيرة ميتشيجن، بتيجي كتير بحيرة ميتشيجن، وجنبها على طول شيكاغو. حلو، يبقى جنب ميتشيجن شيكاغو. برافو عليك، زي الفل يا معلم، والله هنقفل بإذن الله. طيب يبقى هنا عندي محيط أطلنطي. طب الناحية التانية محيط هادي، يبقى على ايدك اليمين أطلنطي، على ايدك الشمال هادي زيك كده وجميل، تمام. طيب دي طبعا البحيرات اقليم البحيرات العظمى، اللي هو بينتمي لاقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه زي ما عرفنا. حلو كده، ده بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. وهنا طبعا عندي نيويورك وواشنطن، وهنا قلت لك مين؟ شيكاغو، وهنا سان فرانسيسكو. هنا عندي خليج، قول معايا تاني، خليج المكسيك. برافو عليك، ايوه كده. كتر التكرار بيعلم لا الشطار يا معلم، ايوه كده. متقولش على نفسك كده، انت جميل وشاطر. بعد كده بيقول لك ولاية ألاسكا هي مجموعة من الجزر التي تقع في المحيط الهادي. طبعا هتبقى هاواي. لكن ألاسكا دي قلت لك هي عبارة عن منطقة منخفضة الحرارة، فبالتالي بيقل بقى السكان. مناخ تندرة، يبقى ألاسكا فيها مناخ كمان تندرة، فبالتالي نتوقع اللي هو بيكون فيها حيوانات حيوان الرنة. بعد كده تعد سلاسل جبال الأبلاش أعلى جبال نطاق المرتفعات والأحواض الغربية. لا طبعا هتبقى روكي، تمام. بعد كده بيقولك يقل عدد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك بسبب بروز الجو. لسه واخدينها فوق، هتبقى ولاية ألاسكا. بعد كده عندي بقى خريطة العالم، لأن ممكن يرخم عليك يا معلم ويقولك أديك خريطة العالم، فأنا جبتها لك احتياطي. حلو كده. طيب خريطة العالم مهم، اللي يهمني طبعا هنا الدول. هو في الغالب هيجيب لك جمهورية زي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا كده، ممكن يجيب لك خريطة العالم على بعضها أيا كان. هنا عندي طبعا ده إقليم ده إقليم التندرة. هنا دولة مين؟ تقول لي دولة روسيا.
يبقى هنا روسيا على طول. طيب هنا في المنطقة دي طبعا عندي اقليم روسيا وايه، روسيا واوكرانيا. هنا عندي اقليم غرب وسط ايه، وسط اوروبا. يبقى هنا عندي غرب وسط اوروبا، هنا عندي روسيا واوكرانيا. حلو. في المنطقة دي عندي شمال شرق الولايات المتحدة الايه، الامريكية، وعندي طبعا مراكز صناعية حديثة. طيب يبقى دي رقم واحد، هنا عندي روسيا. طيب رقم اتنين هنا عندي الايه، الارجنتين. رقم تلاتة هنا عندي شبه الجزيرة العربية اللي هي راعي البدائي، شبه الجزيرة العربية اللي هي الايه، السعودية. طيب بعد كده رقم أربعة استراليا. بلاش نمشي بالترتيب عشان ننجز. هنا عند دولة الصين، هنا الهند. يبقى هنا الصين وهنا الايه، الهند، وهنا طبعا باكستان، وهنا نيبال، وهنا بوتان. طيب في المنطقة دي قلت لك هنا عندي مين، هنا عندي مصر، وهنا جنوب افريقيا، ودي مراكز صناعية حديثة خلي بالك. وهنا عندي مين، نيجيريا فوق النيجر. هنا قول معايا ولا، هنا الكاميرون، هنا تشاد، جنبها بنين. تمام. هنا عندي دولة مين، موريتانيا. هنا دولة المغرب. يبقى هنا المغرب، هنا موريتانيا، هنا عندي مصر، هنا جنوب افريقيا، هنا نيجيريا. تعال نخش على امريكا الجنوبية، اهم الدول شيلي، النحاس طبعا على طول، الارجنتين. بعد كده عندي الايه، عندي البرازيل، كل دول انتاجا للسكر. هنا عندي الولايات المتحدة الامريكية، هنا كندا، هنا المكسيك، هنا ولاية الاسكا. حلو كده. هنا محيط اطلنطي، هنا محيط هادي. تاني يا معلم، يبقى هنا كندا، تحتها الولايات المتحدة الامريكية، تحتها المكسيك، ايوه كده. هنا البرازيل، هنا الارجنتين. الدولة الكبيرة دي الطويلة دي شيلي. حلو. تمام. هنا جنوب افريقيا، هنا نيجيريا. المنطقة دي هنا عندي مصر، هنا المغرب، هنا موريتانيا، برافو عليك. في المنطقة دي عندي فرنسا، هنا بريطانيا. دي من اهم المراكز طبعا الايه، من اهم المراكز اللي موجودة في اقليم في غرب وسط ايه، غرب وسط اوروبا، اللي هو الاقليم اللي فيه مين، الاقليم اللي فيه الاتحاد الاوروبي، برافو عليك، ايوه كده. طيب وطبعا في خريطه اهي، الخريطه اللي هظهر لك على الشاشه دلوقتي، خدها سكرين شوت، مهمه جدا، ملخصه لك الدنيا كلها يا معلم، اهم الدول. تمام. ادي الخريطه، وادي رقم جنب الخريطه. لو في اي حاجه صعبه عليك يا معلم انا موجود في اي وقت، ولو محتاج مذكره المراجعه النهائيه مجانا انا موجود في اي وقت، هبعتها لك مجانا، بس اهم حاجه تذاكر وتعمل اللي عليك. ده بالنسبه للجزء الاول للمراجعه. باذن الله هنزل لك الجزء الثاني مهم جدا خلي بالك. عشان كده اعمل اشتراك في القناه لو ما كنتش مشترك في القناه، علشان اول ما انزلها يوصل لك على طول الفيديو. وباذن الله موفقين، اشوفكم على خير، سلام.